كلها اللوكا بلا توزي ايرو زوم بابا زوم بلا شوف لي. السلام عليكم، معكم فؤاد ولا الضوالف كالعادة في فيديو جديد خاطر بدلت اسم الشان. anyway اليوم باش نعملوا مقارنة بين البي اس 16 والفيفا 16 وباش نحكي لكم عليهم اليوم انا من نواحي كلهم برانسيب، يعني ان شاء الله نذكر كل شيء. anyway اول حاجة باش نحكيو عليها هي الجرافيك نتاع الفيفا 16 والبرو 16. جرافيك البرو 16 ساعة معناها من بعيد درا كيفاش تحس روحك تلعب فيها تاري، معناها ماستر من بعيد برجولات، معناها رأيي الشخصي هذا انا ما عجبتنيش من بعيد البيس. اما من قريب جوارات معناها جرافيك باهي مش خايب تحفون، حسنوا فيه على البي اس 14 والبي اس 15 معناها تحسن برشا. في الفيفا 16 من بعيد تحفون على الاخر وحتى من قريب ماهوش خايب، معناها لك حسن متحسن خير معناها من الفيفا 14 حسنوا في برشا حكايات اخرين. الحاجه الثانيه باش نحكي عليها هي الاتاك في الفيفا 15 والبرو 15. في الفيفا 15 الاتاك صحيح باش تعملوا صعيب شوي خاطر الديفونس قوي نحكيو عليهم بعد، اما الاتاكون تحفون معناها تنجم كي تخدم خدمه مزيانه تعرف تلعب فيفا مستانس تلعب في الفيفا، ماكش تلعب في بي اس من بعد ما تلعب فيفا معناها ملاعب فيفا من قبل، معناها ماكش بيجيك صعيبه ياسر الحكايه هذي، معناها تنجم تركي حتى جوار ضعيف. ننتقلوا طول البي اس. بي اس نحاتها مثلا بازتك مثلث ويل تجي راسك راس الجول وتمشي تمركي على روحك، ما عادش هذيك معناها ولات تعمل كيما الفيفا لازم التكتيك باش تعرف تلعب. وحتى في البي اس في قالب اللعبه معناها تحسهم جوارات يتحلوا على كبر التيران واكس من هنا اكس وبيفو، معناها تحفونا على الاخر في لعبها. معناها باش نحكيو على الديفونس بين الفيفا 15 والبرو 15. الفيفا 15 ديفونس عالمي على الاخر، ديفونس والجارديان بالاخص اللي ما عادش الجارديان كيما الفيفا 15 معناها يتيح ما عادش يقوم ولا تجيه كرة ما صعيبه ما يشدهاش الجارديان ولا طياره على الاخر ولا معناها يشد مليح وتيح تك تك يقوم معناها نطوروا فيه على الاخر الجول في الفيفا 16. مثلا في الديفونس والديفونس في الفيفا 16 تحسن على الاخر اللي كل جوار شاد جوار معناها مش بسهوله باش تنجم تماركي. الفيفا عملت حاجه تحفونه اخرى اللي معناها تنجم تتحكم في الجوار من غير كوره، هذيك حاجه تحفونه على الاخر تنجم تموه بها. معناها الحاجه الاخرى ما في الفيفا 15 اللي كل جوار شاد جوار وما تنجمش معناها تماركي بسهوله، بعيد صعيب شوي باش تماركي معناها مش مستحيل كما قالوا بعض الناس، اما تنجم تماركي. في البي اس 15 حاجه مختلفه، في البي اس 16 ديزولي حاجه اخرى معناها في الديفونس حكايه اخرى، تحسوا ديفونس ريجل وجول ريجل تنجم تماركي معناها فاسيل، ماهيش حاجه صعيبه من بعيد ولا من قريب تنجم تماركي تضيع جوارات تماركي على روحك. باش نحكيو على الميليو في البرو 15 ميت على الاخر، تنجم معناها باش تكاليبري تيران في الفيفا ديزولي باش تكاليبري تيران في البرو 15 لازمك معناها 5 جوارات ارتكاز باش تنجم معناها تركح تيران كاليبري باش تنجم تلعب. تويكا ليه طورتها الحكايه كونامي على الاخر معناها ولات ميليو معناها ارتكاز وجوارات عندها كوره معناها تخرج عليها في الحقيقه، ماهيش كيما معناها النسخ اللي فاتهم تاع البي اس اللي كي تخرج كوره معناها من الديفونس لاتاك تنزل مثلث تعديهم معناها الميليو الكل، ما عادش هذيك تصير. تويكا ولات تحس فما معناها بريسيون وفكين كوره معناها فما فكاكه في الميليو فما بريسيون تاكلوات معناها صعيب شوي كان تعدى في الوسط، معناها كي بدا يلعب معاك واحد يعرف يلعب بالطبيعه مش واحد نوب كيما بعض الاشخاص هكاك اللي قاعدين بعديه. حاسين باش نحكيو على الوسط في الفيفا 16 نفس الحكايه ما اختلفتش برشا. حاسين باش نحكيو زاد على الفيفا 16 الحاجه التحفونه اللي عملتها اللي زادت معناها لونج، اللعبه ولات لونج اكثر مش كيما الفيفا 14 بالطبيعه لونج ماهيش حاجه نيجاتيف اما حاجه بوزيتيف، معناها تحس روحك معناها تكتيك كيما حطيت مثلا 3 4 1 2 تلعب هكاك ولا 4 3 1 2 معناها باس باس وجوك باهي وتحس روحك تنجم تخرج معناها تخرج باسات صحاح يخرجوا صحاح، هذيك مش تعب نوب خاطر فيفا بالطبيعه نتاع عباد تعرف تلعب من الاخر. ما في السيليبراسيون باش نحكي بالبي اس والفيفا، البي اس عجبتني خير برجوليه في السيليبراسيون كي جوارات كي يفرحوا كي ماركي بونت وفك ردة الفعل وكل شيء معناها عجبتني خير. حتى كي مثلا يبدا جوار مع الاخر ماشي معاه بيده كي جوار الاخر تحسه ويتغشش ويفد
ويمشي يتعارك مع الاربيتر ويشنع وحاسين واقعية على الاخر. اما فيفا 16 زاد تحفونية، مثلا سيليبراسيون تاع توتي كيما السيلفي هذيك وكل شيء، فما منها صحيح في بي اس ماهيش خايبة في فيفا 6. باش نحكيو على التاكلوات زادا، التاكلوات في الفيفا 6 طيارة على الاخر، زادو حسنوا فيهم. معناها تهبط تاكل هذا كان تعرف تهبط تاكل معناها مش تحشو من التالي توصلوا سيكول. يعني التاكلوات تحسنوا على الاخر في الفيفا 6. في البرو 16 حسيتهم انصاتوا برجولي، ما عادش تنجم تتحكم كيما تحب انت يعني. باش نحكيو زاد على السكيلز بين فيفا 16 والبرو 16. سكيلز في البرو 16 مبلقين على الاخر، بالرسمي الموبيليتيز في البرو 16 صعيبة على الاخر. معناها تقول كود يركع سكيلز في برو 16 صعيبة على الاخر، تقول كود نتاع جي تي ار في معناها ال1 فوق مثلث فلاش دورة كارو ال1 ال2 ال3 ليش حايب باش يحفظ واحد باش يخلي تنجمش. بينما في الفيفا 16 مربع ودور الانالوج كيما جات يعمل كالف سكيلز وتعدى ب4 جوالات ويمرك. عادية جدا الحكاية، معناها كان سهلوا فيها ممكن تنجم تكون خير، خاطر بالرسم صعيبة فلاش فوقاني مثلث دورة ال1 اكس درا شنيا صعبت الحكاية على الاخر. معناها تبقى تخمم انت ما تذكرت انت لسيت ماركت بونت وتفكت كورة وجاو كبيري معناها. فما عفسات تحفونين زادوهم ما مش معناها حاجات طيارة، ما كيما عفسة الاربيتر هذيك نتاع يحط الخط تاع الميور والخط تاع الكورة وكل شيء، حاجة تعرفونها على الاخر. حاسس ان شاء الله يعملوا لنا عفسة مثلا فيفا 17 ولا 18 يعملوا لنا عفسة يجيب شوط كفران ينحيه هذاك الاربيتر، يعملوا الاربيتر ويقدم الكورة. ديجا فما منها هي مش نفس الحكاية في فيفا 14 فيفا كان، فما منها في الميور كي يقدم الميور يعطيه ورقة صفرا تنجم تقدم بالميور، معناها عفسة تاع غش هكا. anyway لهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو نتاعنا. كان معكم ذا وولف في مقارنة بين البي اس 16 والفيفا 16. ان شاء الله نهبطوا فيديوهات جدد، زوز فيديوهات ولا 3 كل جمعة ان شاء الله. وكان عجبتكم الفيديو لايك شير سبسكرايب والى اللقاء. Hard in the motherfucking paint, nigga.